أهلا وسهلا بكم. اليوم جيتكم بخرافات من الزمن الجميل، ولكن قبل ما نبدأ نحب نشكر كل اللي تبعوا فيا واللي خذاوا بخاطري وكملوا الفيديو متاع البارح، ونقول لهم يا رب يعطيكم ما تتمناه ويعطيكم على قد قلوبكم، خاطركم خذيتوا بالخاطر وعلى خاطر في الدنيا هذه بالحق. فما برشا ناس باهية وتتمنى الخير لغيرها زيدا، ونقول لهم حتى الفيديو هذايا بتاع اليوم ان شاء الله تفرحوني وتكملوه وتخلوا لي تعاليقكم المزيانة اللي تفرحوني بيهم كي نلقاهم. وزيدا نرحب بكل المشتركين الجدد اللي انضموا للقناة، ونقول لهم ما تنساوش اللايك والصلاة على النبي، وعلى ربي نبداو ونتوكلوا وان شاء الله. يا ربي خرافاتي يعجبوكم لليلة، وعلى ربي نتوكل ونبدأ. أيا نحطوا لايك ونبدأ. كان في مدينة تاجر معروف عليه الشطارة والرزانة، عايش مع مرته ورزقهم ربي من الخير، وبحكم خبرته في التجارة كان يعرف يلي الوقت غدار والدنيا دونية، تضحكك الصباح وتبكيك العشية، وما يأمنها كان ناقص العقل. لازم ديما الواحد يدير حساب بقية الزمان، وكان من عادته يرتاح شهر في مدينته حتى يبيع سلعته الكل ويعاود يهز رحاله ويشري سلعة جديدة ويبيعها في مدينة أخرى. أيا كي حضر الوقت متاع القافلة متاعو هز اللي كتبله وشد فليساته وقسمهم على 2، خبى نص الفلوس في مكتوبه والنص الثاني أعطاه لمرته وقالها خبيه. قتلو يخي فلوس هذوما متاع شكون؟ قالها وهو يضحك معاها الفلوس هذم رزقي، أما راني مانيش مولاهم. وهي تعرف رجلها لا يتسلف مع عند حد ولا ياخو مع عند حد وياكل كان على جهده. قتلو متاع شكون هالرزق؟ قالها مولاهم اسمه الزمان دوار. قتلوا أي به هنا تو نخبيهم وكي يجي مولاهم نعطيه أمانته. ضحك رجلها وما كانش يعرف اللي مرته نية لهالدرجة، وفي باله فهمت عليه. أيا كي طلع الفجر قامك الراجل صلى صلاته وتوكل على خالقه الفتاح الرزاق مقسم الأرزاق، يلي يرزق الطير في السماء والحوتة في الماء والنملة في غارها. أي تعديت الأيام وليالي حتى في نهار من نهارات طبطب راجل فقير على باب مرت التاجر. كي خرجت له قالها يا خليقة الله أعطيني من شنو عطاك ربي. قتلوا الله ينوب عليا ويعطيك الخير. قالها حن عليا بأي حاجة باللي كتب من ربي، راني عندي 3 أيام و3 ليالي اللقمة ما دخلتش لفمي، ولا عندي حتى قطعة مال تسد جوعي. قتلوا الماكلة اللي خلاها لي راجلي راهي قد مونتي بالضبط، اما الفلوس خلالي امانة متاع الزمان دوار وما نقدرش نعطيها لك. ضحك الفقي وفي باله راهي تتمنيك عليه، وقالها وانتي منين تعرف الزمان دوار وانتي عايشة في هالخير هذا الكل؟ قتلوا علاش انتي تعرفوا؟ قالها وشكون يعرفوا غيري؟ انا واللي كيفي، انا هو الزمان دوار بشحمه ولحمه. هو كان يقصد انه كان لاباس عليه، اما الفقر الله يخزيه، وما كانش يعرف اللي المرأة نية لهالدرجة الهبال. قتلو سامحني والله ما عرفتك، علاش ما قلتليش الكلام هذا من الاول؟ اي اصبر عليا دقيقة ونجيب لك امانتك اللي خلاها لك راجلي قبل ما يسافر. ودخلت جابت جرة مليانة فلوس، والفقير قعد مسمار في بلاصتو والدهشة حلتلو فمو. اي عمل هكا وهز هك الجرة وبدا يعيط نحمدك ونشكرك يا ربي على رزقي اللي جاني من السماء، وهزك الجرة وطار بها يجري. تعديت الشهورة والايامات ورجع التاجر لمدينته تعب ومهموم من ظهره اللي عكسه المرة هذه في تجارته. بكي دخل لدارو ارتاح وسألته مرته على حواله، حكالها باللي خسر فلوسه والسلعة اللي شراها اللي في المدينة هكية، على خاطر كي مشي هز سلعته باش يبيعها لقاها أقل من السوم اللي يشري بها مقدرش يرجع بها، على خاطر سوم القافلة اللي باش تجيبه أغلى، يخي اضطر باش يبيعها بالخسارة. قتلوا مرته الحمد لله اللي رجعت سالم، هذاك هو الصحيح، قالها الحمد لله على كل شيء. هذه هي التجارة، مرة الفوق ومرة اللوطة، ومرة تربح ومرة تخسر، والحمد لله اللي خليت نص مالي بحبي عندك وقريت
حساب الزمان. ردت عليه وقتلو مرتو: أنا مالي اللي تحكي عليه؟ قالها: فلوس كي الزمان دوار قتلو، راهو جي الزمان دوار وعطيتلو أمانتو. جمدك الراجل في بلاصتو وقعد داهش. دارت بيه الدنيا 7 دورات، ما عرف روحه لا في علم ولا في حلم. قالها: احكيلي ايش عملت يا مخلوقة؟ حكيت له على اللي صار ملي جاهك الفقير طبطب على دارو وعطاته الجرة. قالها: والله كنت عارفك نية، أما قلت ربي الحمد لله على رزقني على هالمراد نية، لكن ما عرفتش إنك أنتي مهبولة. ضيعت لي رزقي وشقى سنيني ورجعتني من تاجر لعيان الراجل الفقير أفقر من رعيان. غدوة نهزك لداركم ونشكيك لأهلك. كانت مدينة مرتو غير مدينتو دارهم بعيدة. قعدوا يمشيوا في الطريق على رجليهم، حاشاكم لا بهيمة ولا قافلة، وبقاو ماشيين أيام وأسابيع على رجليهم وهلكهم التعب والجوع، والماء والنعمة اللي هزوها كل شي يفيء. لين وصلوا المدخل المدينة، لقاو عين بين الجر والبساتين. فرح التاجر وحمد ربي وقال: على الأقل لقينا بلاصة نرتاحوا ونغسلوا حالتنا، خير ملي ندخلوا على نسابنا بهالوسخ وهالشي اللي فينا. أيا غسلك التاجر حوايجو في كل عين وعلقهم باش يشيحوا فوق أغصان الشجرة، وتخلي الواد يغسل وينحي غبار الصفر. أما مرتو قعدت تحت كرمة وكلات من خيرها لين شبعت وهزها النعاس شوية ويسمع في صوت نساء جايين شيرة العين، وباش يجبد حوايجو ما لقاهم كان قربوا. وقتها غطس روحه في الماء وما قعد ما يضبان منه كان نص راسه. وشافته واحدة من نساء قالت لصاحبتها: شوفوا شوفوا هالعجب. نطقت الثانية خايفة: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالثة تشجعت وتسأل فيه: خي انتي انس ولا جان؟ دهشك التاجر وقال روحه: بربي هالناس المهبلة هذا يشوفوا في راسي راس انسي ويحبوا يردوني جني. أي جاوبهم قالهم: انس من خيار الجنس. عاودت سقسات ولولا: ومن جي منين جيت، من الدنيا ولا الآخرة؟ لهنا ضرب على يديه وقال: لازمني نقولهم راني جيت من الآخرة. أي بدات واحدة فيهم تبكي وتقوله: بجاه ربي والنبي تلاقيتشي مع بنتي خدوجة عندها غير أيامات ملي ربي هز أمانته. قالها التاجر: لقيتها قتلوا قلها شنو تحتاج واللي تطلبه تو نبعثه معاك، ماكلتها شرابها لباسها كل في نفسها. وقبل ما يفيق من دهشته نطقت الثانية تبكي وتنوح: وين يما شفتهاشي؟ نبعث لها ذهبها اللي خلاته وراها. تسأل فيه: وقتاش ترجع للآخرة باش نبعثه معاك؟ قالها: قريب إن شاء الله، ما بقاليش برشا ونولي، وكل اللي حاجتكم بيه نحقه لكم. وبقاو يطلبوا منه كل مرة يقترحوا عليه حاجة. واحدة من الجيران مشات خبرت جاراتها وقريباتها ولموا بعيضاتهم وقصدوا العين مرة أخرى يجري ويتعثروا بذهبهم محملين بالخير والخمير والفضة والحرير. واللي ما عندها ما تبعث للموتى ولات مشات توصل في سلامها وناسها المتوفي. وهوني تأكد التاجر باللي الهبال في المدينة هذية سلالة، من الجدة للعمة للخالة للأم للبنية. أي بعد ما كل وحدة عطاتو الخير والخمير اللي قلنا عليه للموتى وزادوا فوق السلام والشوق، نادى عليهم قالهم: أي كل واحد دا فيكم ترجع لدارها وتسكر بابها ومرادها إن شاء الله يوصل. أين توا باش نرجع للآخرة. أي راحوا نساء خرج من المال بس حوايجه وهز كل ما جابوا نساء من ذهب وحرير وحطهم في صندوق مرته اللي جابت فيه حوايجها. من بعد قيمها وقالها: أيه قوم. وهي لا حست باللي جرى ولا باللي صار، وقالها: باش نرجعوا للمدينة. تعجبت وقالوا: كيفاش بعد هالشقاء والتعب متاع الايامات والاسابيع باش نمشيو لمدينتنا وما غير ما ندخل نسلم على اهلي؟ قالها: اليوم كي وصلت لبلادكم تاكدت باللي الهبال عندكم سلالة، وانا اللي كنت ناوي نرجعك لاهبلك وردوا لي صداقي حتى صبت اهبل منك في المدينة. واني لشكون باش نشكي لهمي؟ بوك المهبولة لامك المهبولة. كي رجعوا كنساء كل وحدة لدارها وسكرت بابها. كانت واحدة منهم معرسة مع راجل مش من المدينة وكان متحمل هبالهم. أي قالها: يخي شبيك طولت في العين؟
وهي جاوبته متأكدة من روحها ومتقتنعة بالشي اللي عملته، اللي بعثت شوية من اللي عندها لأمها ولباسها حرير باش تفرح قاربها في الآخرة. هيك الراجل مسيكن قعد باهت وحال لفمه وقالها: يا أخي هبلت يا مراه، تشبيك يا أخي؟ شنو اللي عملته؟ علاش هيك؟ فما شكون يبعث دبش وفما شكون يبعث ذهب للموتى؟ أي قالها: قولي هالراجل وينه بالضبط؟ قال: هز روحه وخرج وهز حصانه ومشي يجري للطريق متاع العين. أيك الراجل التاجر اللي خليناه قاعد يلم في الذهب يشوف في غبارة جاية من بعيد، عرف اللي فما حاجة باش تصير. عمل هيك خبك الصندوق في وسط أرض مزروعة قمح كانت قدامه ورمي الحجر يجري فوقها. وبعدها كي وصل الراجل سأله، قالوا: بربي شفت في راجل كان في يده صندوق كبير. قالوا: ويه شفته راهو مشي بين الزرع. قالوا: اما حصاني ما يمشيش في ارض مزروعة، خليه عندك امانة مازلت موجود حتى نرجع. اي قال: ويه خليه هنا مازلت موجود لهنا. عمل هيك التاجر هز مرته وحط الصندوق فوق الحصان وهرب يجري ورجع لمدينته. وقتها عوض خسارته وعاود بدا تجارته من جديد. صحيح ضميره قعد يأنب فيه وماهوش موالف هالشي اللي عمله، لكن بعد ما ربي تمم العام مشي رجع للمدينة متاع مرتو، هز معاه قافلة كبيرة محملة من كل خير من ذهب وحرير وهدايا كثير. وكي وصل اعترفلهم باللي جري واللي صار عليه ورجع لكل وحدة ذهبها وحريرها حتى رضا، ومن نيتهم الصافية سامحوه وقالوا: هذا رزقنا من عند ربي، خاطرنا فرحنا الموتى بالشي اللي بعثناه، زايد ما همش باش يتربى. قام التاجر عاود ولا لمرتو وعاش معاها في الخير والهنا وحفظ الدرس باللي مرتو نية لحد الهبال ومبقاش يأمنها على أسراره. والخرافة هذه واخدتها من قلب الجزائر، وتحية كبيرة واحترام لكل أهل الجزائر اللي يتبعوا فيها، ونقولهم يعطيكم الصحة على تعليقكم الزينة اللي تخليوا فيها، ومرحبا بكم إن شاء الله ديما يا ربي تعجبكم خرافاتي. أيش نزيدكم خرافة يا سيدي من سيدي. يحكيوا على مجموعة نساء ساكنين في أرض دوار ديما مع بعضهم في السراء والضراء، يتعاونوا على حصيدة وجمعان الزيتون وعصران زيت النضوح ورحيان القمح وتركيب السدايا، ما تنسونيش باللايك. حتى كي يمشيو للبير باش يجيبوا الماء يمشيو جميع، منها يتونسوا ومنها يتعاونوا على السقيان وهزان البادن على كتافهم وريوسهم. وكانت واحدة منهم اسمها شلبية، كانت كي يجيو يعاونوها على الرحا والصوف والمنسج تبدا تحرق ما شاء الله عليها. وكي يجي دورها باش تعاون الجيران تطلع لهم بسبة، مرة تقول: ولدي مريض، مرة عزوزتي باش تهزني معايا هالبلاصة، مرة تقول مريضة. وكانوا الجارات الاخرين بسكنات يصدقوا فيها وما ياخذوش في خاطرهم منها. حتى مرة مشاو كالعادة للبير والحال الطقس سخون، وبعد ما عباو الماء قلتلهم دخل وما عادش النجم ناقص على ساقية، وعملت هكا رميتلهم الأربعة. وليت واحدة منهم هزتها على ظهرها وروحت بيها، والأخرين كركرولها لبادن حتى باب الدار. هما مشاو من هوني وهي طرشقت بالضحك، وحكيت لراجلها كيفاش روحت راكبة على ظهر فلانة وما هزتش يدها لراسها. هي مرة أخرى هزوا الصوف للعين باش يغسلوه، وهما نفخوا الصوف وبداو يخطوا فيه، وهي شدت كرشها وبدات ترغي. تفجعوا عليها وقالوا لها: برا روح، كي انتي مريضة تو نكملولك ونجيبولك صوفك لباب الدار. ضحكت في سرها وبدات تكركر في سويقاتها مروحة، وهما يغزرولها متحيرين. دوبة تخبيت على عينيهم، حطت على سقيها وبدات تجري كلا حصان حاشاكم. وصلت للدار طيبت فطورها وفطرت وقيلت للبرود، وهما قعدوا مسكنات يسلتوا على سعودهم في غرغور القايلة. وكي كملوا روحولها بالصوف متاعها نظيف يشعل شعلاء وهي مقيلة. ويدقوا على الباب، يحل ولدها الباب، قال يسألوا فيه، قالوا له: أمك مازالت مريضة؟ قال لهم: يا أخي من وقتاش أمي مريضة؟ قالوا لها: يا أخي مشكلتها وجعتها؟ قالت لهم: لا، هيك فترت ودخلت للسداية وبعد قيلت. غزروا لبعضهم وسكتوا.
وعطاوه الصوف متاع أمه ومشى. أيام جديدة أخرى تفاهموا باش يجمعوا الحطب، وقبل ما يزيد البرد الطقس يبرد، قصدوا الغابة على بكري وبداو يحطبوا، وهمزها إبليس كالعادة وبدات تتوجع. يدي يدي. تلموا بها شبيك يا بنتي شبيك؟ قالت لهم يدي تفصعت وما عادش نجم نحركها. ولاو قالوا لها برا روح أتو نلمولك اللي نقدروا عليه ونجيبوهولك. روحت لدارها كالعادة على بكري وخليتك الحراير يتفارعوا مع البرد والحطب اليابس. عملت كويس داي ودخلت للسداية تنسج شوية قبل ما يجيو جاراتها ويفيقوا بها. هي تنسج طلت عليها جارة أخرى من الشباك تصبح عليها، فجعتها. صبحت عليها وحكيت معاها شوية، سألتها وين ماشية. قالت لها ماشية نجيب الماء. أي طمانت اللي هي ما هيش ماشية للغابة وتكشف لها الملعوب متاعها. مشاتك الجارة تجيب في الماء وربك المعبود سبحانه في طريق المرواح تصادف الناس ذوكم جاراتها جايين من الغابة. كملوا الطريق مع بعضهم ومن كلمة لكلمة جبدوا على شربية وعلى يدها المفصوعة. شهقت الأخرى قالت لهم لطف وقتاش تفصعت؟ هاني خليتها كالعنكبوت تشعبط في منسجها. غزروا كنسال بعضهم وقالوا لها بالله. قالت والله كما نحكي لكم. قاعدوا يغليوا ويتهدوا ويتوعدوا. ووحدة قالت دواها عندي الفنيانة الضايعة، والأخرى تدعي عليها بالشر على خبثها واستغلالها لطيبتهم، والأخرى تسب في روحها بالمقلوب اللي مركبتها على ظهرها اللي ما تسواش. غلاو 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 منها بردو وتفاهموا باش يحقروها وما عادش يعملوا لها اعتبار. كيما قالوا جدود اللي تحب تكويه احقره خليه، خاطر اللوم للعزيز الغالي، اما الرخيص ما تجاوبه وخليه ديما التالي. هي قاعدة تتلصق في رخيصة وتتسكبن كي أم العمايل وهما لا يجاوبوها ولا يكلموها، تمشي تتبع فيهم كأنهم ما همش معاها. أي في مرة من المرات بعد ما عباو الماء وشدوا ثنية يسمعوا فيها تصيح يا ساقي يا ميمتي اجري يوري. ولا غزرولها ولا تفتولها حتى بربع عين. كملوا ثنيتهم وهما يقولوا يا حسرة كي كنا نصدقوك ونعاونوك، عيط منا الغدوة وروحوا لديارهم. غرب المغرب وليل الليل وشربية ما روحتش لدارها. خرجوا ماليها يلوجوا يلقاوها بعيد الشر ملوحة وبعدنها متاع الماء بحذاها وهي منفوخة وميتة. طلعت لدغها ثعبان في ساقها لكن الله غالب ما صدقها حد خاطر تسمى عليها الكذب. احكي يا سيدي بن سيدك على زوز صحاب صحبتهم قعدت فترة طويلة لين جي نهار من نهارات وتفارقوا. واحد منهم سافر الأرض ربي الواسعة، تزوج في هيك البلاد وعمل عيلة وانقطعت أخبارهم على بعضهم. برا يا زميل ويجا يا زميل. أكل مسافر روح لبلاده بعد سنين طويلة وتفكر صاحبه قال اندرا شنية أخباره نمشي نلوج وننشد على حاله وأحواله. قول هز روحه يمشي وينشد لين وصل لجماعة من معارفه قالوا له صاحبك الله يرحمه توفى عنده سنين وخلى 3 أولاد متزوجين وكل واحد بداره. هيك الراجل مشي نشد على ديارهم ونعتوه، مشي دق على اللول سلم عليكم السلام أنا اسمي فلان وصاحب المرحوم بوك وبيناتنا عيش وملح ويا ما تنساش يا وليدي لكن فرقتنا ليا. وهذا مشي كل واحد مشي في حاله وتوا روحت للبلاد وقلت خليني نفركس عليه. سمعت به توفى وخلى 3 صغيرات قلت خليني نجي نشم ريحة المرحوم بشوفتكم. قالوا لولد وصلت وبويا يرحمه وينعمه كان ديما يحكي عليك ويذكر فيك بالخير. أكل ولد بطبيعة كبر ولا راجل وحتى من راس شاب. قالوا أي تفضل بحذانا وحتى كان مؤخر شوية ميسالش. أيك الراجل مشي لمرته قالها راهو ضيف صاحب بابا الله يرحمه وجاي من سفر. قتلوا كان صاحب بوك شنو نعملو في حاجة كبيرة تشوف فيها جايني في هالوقت اش باش نضيف ويني واش باش نطيب. هيا قعد هو وياها يتعاركوا هيك صاحب بوه يسمع فيه وهي تقوله شي يمني فيه حط راسه يرقد. أيا ما نطولش عليكم برشا اك الراجل تصرف وجاب للضيف ما تعشى ورقده وفاق الصباح وهيك الشايب يقول للراجل يا وليدي نتعرف عليه. أيا نعتو مشالو دق الباب السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا راني فلان صاحب بوك وحكى له القصة.
رحب بيه هاك الراجل ودخلوا للدار، وهاك الشايب يغزر الولد يرى فيه شعره مصفي شيب ولحيته بيضة وباين عليه مهموم كي خوه. أيا قالوا أيا حضرتش الفطور. الشايب هذا غزر الراجل صاحب الدار، قعد باهت مشي لمرته يجري قالها تي وين الفطور، كشت في وجهه قالت له على انا فطور تحكي عليه ايش باش نوكله. يا اخي بالك تحسبني عندي من طيب، تي ما عندي شيء في الفريجيدي، كانك جايب قضية ولا لحم ادخل خرجها. هكا الشيباني يسمع فيهم، وهكا الراجل يخضار ويصفار وفي الاخر تصرف وحده وجاب للضيف مكتب ربي من الدار وبات الضيف حذاهم. أيا من غدوة الحي الصباح كالعادة قالوا الراجل قالوا بربي وريني دار خوك الثالث. أيا حكالك القصة سلم عليه رحب بيه اتفضل مرحبتين، والشيباني يغزل وجهه وراه فيه تبارك الله وجهه ناير، الضحكة ما فرقتوش، شعره أسود وشكله متهني. فرح هكا الراجل بصاحبه قعدوا يحكيه والشيباني استاسع خاطره قعد يحكيله على صحبته مع بوه وقداش كانوا راسين في شاشية لين تفارقوا. وهيك المرأة لا قالها راجلها جيب ولا قد. فرحت بك الراجل كي قتلوا راهو صاحب بويا يرحمه، قتلوا الله الله على ريحة المرحوم كأنه بوك قام حي. وبدات كل مرة تجيب في حاجة من غير ما يقولوا لها، عارفة شنو يلزم الضيف والضيافة. ولو كان الحالة المادية كيفها كيف حالة السلفة الأولى والسلفة الثانية. أي المهم تغداو وتبحبحوا وعداو النهار كله في الحديث والضحك وكأنهم يعرفوا بعضهم من زمان. فرحوا بيه وفرح بيهم. ومن غدوة الحي بدا يتسقد. قال الراجل نحب نسألك يا وليدي وتجاوبني بصراحة. قالوا تفضل. قالوا يا اخي انت الصغير في اخوتك. ضحك الراجل وقالوا انا الكبير فيهم والكبير ربي، واللي مشيت له هو الصغير والثاني الوسطاني. زاد استغرب الشيباني وخمم خمم وقال الله على الدنيا، الكبر راهو مش بالعمر ولا بالفلوس، الكبر بالهم ونساوين بخوت. فما اللي لا تستحي ولا تحشم ومش مهنية راجلها، وفما اللي بين ناس مقومة عاقلة ورزينة وتعرف القدر وتعطيه كارو وتخلي راجلها متهني. أي نحطوا اللايك يا سادة ويا مادة، يدني ويدلكم للخير والشهادة. يحكيوا على مرأة توفى رجلها وخلالها الوليد ودويرة خربة ما تتسكنش حيوطها، خايخة محفرة ما فيها كان بيت تصلح، ساكنتها هي وولدها وفيها يطيبوا فيها ياكلوا فيها يرقدوا فيها كل شيء. أي برا يا زمان ويجا يا زمان، كبر هاك الوليد وصل لسن الزواج قتلوا أمه نخطب لك. قالها يا ميمتي تعرف ظروفي وخدمتي على قدها والشهرية ضعيفة، يا ربي تكفيني ماكلة وشراب لاخر الشهر، منين باش نجيب أنا باش نصلح الدار ونعمل حتى بيت ما نجمش. قالوا ايش بيه هاي البيت هذي طلع حيط ولي زوز بيوت، بيت هذيك تعرس فيها والبيت ليا. أي اسمع كلامها وطلع حيط وقسموا هيك البيت ومشات خطبت له وعرس. بعد مديدة من العرس ناب ربي ومرته حبلت وجابت وليد. نهار في النهارات قتلوا مرته، يا راجل نقولك الحق راني مانيش مرتاحة. قالها خير شبيك؟ قتلوا الحقيقة أمك تبات ليلة كاملة تحت هي كح هي تتنهد هي داخلة خارجة عالدويرية لا ترقد ولا خلتني نرقد، وانا الحق نتعب وزيد البيت صغارت عليا مع الولد. قالها شنو هالكلام هذا؟ نطيش امي في الشارع عمرها كبيرة؟ قالت له لا ما قلتلكش طيشها، ليش بيني مانيش بنت اصل انا باش نقولك طيش ميمتك؟ اما علاش ما تسكنهاش في العلي بيت الصح الفوق؟ اما في اللي قطر وحتى الباب ما فيهوش. قالت له ايش بيه ما وراك بالها باب تولي تسكن. وبدات تمحل فيه ليل ونهار حتى غلبته، ونسى ما هم ديما يغلبوا وكيما يقولوا الوسادة تغلب الولادة. مشي ركب باب وقالها يامي هاني ركبت لك باب البيت العلي، ولا تتعشق ايش قولك تنقل لها وتستاسع فيها؟ قالت له يا ولادي اللي تعملوا مبروك. أي لمولها جراياتها وحوايجها ونقلوها البيت الصح. هيك الطفل باقي قلبه ماكلو على ميمته ومش عاجبه سكنتها الفوق، وهما كيما نقولوا ملزوس مشبود من خشمه وضميره مش مرتاح. عاد ولا في كل فطور وكل عشاء هو يحط فطور أمه بيديه، واللحمة الباهية ولا الحوتة ولا الموجود ديما الحاجة الممو يحطها لميمته،
ويقول لمرتو شد برا هز لأمي. تطلع هيك المرأة درجتين ولا ثلاثة، وقبل ما توصل البيت العلي تعمل هكا، ترمي هيك اللحمة ولا الحوتة ولا القديدة في فمها، تاكلها وتمد الماكلة لحماتها كذابة. تشم هيك العزوزة ريحة الزهومة وتقول غريبة، الماكلة فيها ريحة اللحم وما فيهاش اللحم. منها تقول ميسالش وليدي ظروفه على قدو، تلقاه ملحقش باش يخلي لي بايتي. على كل حال انا كليت برشا واني صغيرة بصحة بالشفاء ليهم. تعديت الايام على هيك الحال، ملي طلعت للعلي لا ذاقت لا لحمة لا حوتة لا قديدة، حتى توفات هيك العزوزة وهز ربي امانته. وبعدها بأشهر خلطت عليها ولدها، وقعدت هيك الكنة هي ولدها صغير، ربيته وقراته كبر وخدم خدمة باهية ولا يخلص مليح. نفنفت أموره، جاب هك البناية والدهانة وصلح هيك الدار وجهزها من جميعه، بيت قعاد بيت فطور بيت نوم بيت لأمه كوجينة. الحاصيل ولات تسكت الصغير، ولات أمه خطبتله وعرست له. ونهار الكنة الجديدة قالت لراجلها يا راجل، ايش قولك تصلح بيت العلي وتسكن فيها أمك، هيك تشوف الدار ما عادش رفعتنا وما عادش لاقية وين نحط المونة. قالها مليح. جاب البناية والدهانة وصلحها ورجعها بيت وعليها الكلاب، وزاد أثثها وزينها ورجعها بيت سلاطين. قالها يا أمي شفت هيك البيت اللي عملتها لك ولات قصر الدهشة. قتلو شفت يا وليدي، يزيدك في زادك. وهزوها لهيك البيت وعملت الكنة بيت لحماتها القديمة بيت مونة. هيك الولد يحب أمه برشا، وعمل كيما عمل بوه قبل، كل فطور والعشاء يحضره هو بنفسه ويحط أكبر لحمة لميمته ويعطي المرته ويقولها برا طلع لأمي. هي تطلع الدروش ويتصرف عليها طير، يهز هيك اللحمة ويطير. النهار الأول النهار الثاني الثالث الرابع النهار الخامس رجلها حضر عشاء أمه وقالها طلع لها. قتلوا بربي لا برا انتي راني سقية وجعيني. هو وصل لشطر الدروش ويتصرف عليه هيك الطير، يضربه بجناحه على عينه ويهز اللحمة ويطير. وصل العشاء لأمه وهبط لمرته قال لها اليوم صارت لي غريبة، أنا هازز العشاء لأمي ويجيني يطير يضربني على وجهي ويخطف اللحمة. قالت له هيك علاش انا قلت لك اليوم هزلها انتي، خاطر كان انا حكيت لك راك ما صدقتنيش وقلت مرتي ما تحبش امي، وهيك علاش قلت لك سقيا واجعيني باش تطلع انتي وتشوف بعينك. وراهو هذا اللي يصير معايا كل يوم في الايامات اللي فاتوا. قعد هيك الطفل مستغرب، منها طلع لأمه قالها يامي صارت معايا غريبة وما يصدقهاش العقل، راهو كل ما نطلعولك عشاكي تصرف علينا طير ويخطف اللحمة. دنكست هيك العزوزة راسها وتنهدت وقتلوا هذيك عقوبة ربي يا وليدي. قالها عقوبة الله علاش ميمتي؟ قتلوا انا قبل كان يعطيني بوك باش نطلع فطور ولا عشاء ماماتك يرحمها ويرحمه، ناكل اللحمة ونعطيها الماكلة كذابة، وكي مرتك بنت أصل وما تنحيش اللحمة من ماكلتي صلت ربي هالطير. وهذه عقوبة ربي في الدنيا وأعمل تلقى يا وليدي، وأنا عملت وكليت حق هيك العزوزة إن شاء الله تسامحني. كيما حرمتها أنا ربي حرمني، وأعمل في الدنيا تخلص في الدنيا. وحكايتنا دروس ومعاني يلي يفهم المعاني. ما تنسانيش بالله يا أحبابي، كان يا زمان ثم وليد يتيم يساكن مع عمه ومرت عمه لا تحبه ولا تطيقه مكرها صغارها فيه. يخرج يلعب ويروح يدخل ياكل تقوله سم سم. بعد الشر عليكم ما لقيتوش لصغاري، باش تلقاه لليتيم يبكي مساكن ويرقد، يجي من غدوة يشكي لعمه ما يعدلش عليه. يخرج يدور بين الوديان يلقط اش يلقى من فاكهة من خضرة ياكل ويروح. أول ما يدخل ياكل طريحة من ولاد عمه يضحك عمه تضحك مرت عمه يقولوا ميسالش صغار عمك ايه بيلعبوا معاك، يرقد والدمعة في عينيه. ورزق بوه الكل سجلوا عمه باسمه واسم صغاره. تعديت ايام وقالت المرأة رجلها ولد خوك تصرف معاه لا عاد نحبه ولا عاد نطيق نشوفه. قالها ملانين نحبه هاني متحمل وساكت. قالت المرأة مالا غدوة هزوا معاك ولوج وين تطيشوا. قالها باهي. قامت الصباح فيقت صغارها فطرتهم جي ولد سلفها عطاتو كسرة يابسة حطها في يده ويشوف لصغار عمو
والعبرة خنقته، خذاه هيك الجلف بلو بشوية ماء باش يرطاب وكلاه. قام عمو قال ويا قوم باش نهزك معايا. قال له الوليد وين باش تهزني يا عمي؟ قالوا باش نهزك تزور قبر امك وابوك. فرح هيك الوليد وقصد ربي مع عمو، ويمشي ويمشي ويحس في روحه ويمشي ويبعدوا لين وصل الكهف كبير. قال الوليد هذا يا عمي ما هوش لا قبر بابا ولا قبر امي. غزرله قالوا هذا قبرك انتي، ودزوا وطيحوا وتعدى. جيك الوليد على غصن شجرة وما صار له شيء، قعد يبكي يبكي لين تعب ورقد. روحك الراجل المرتو أي وقالها ارتحنا منه. مشيتك المغبونة زعمة زعمة وقفت جنب البير وبدأت تعيط. تلموا عليها الناس ايش بيك ايش بيك؟ قالت ولد سلفي طاح في البير ومات. وعملوا عزاء وكل الناس صدقوا. أيا قامك الولد من النوم يلقى قطوسة بشبش عليها، جات فرحت بيه وبدا يضحك وبدات تلعب عليك القطوسة. وقت اللي الشمس بدات تطيح قعد يتبع فيها، هي تمشي وهو يمشي لين دخلت بيه في دار بين الشجر. وهيك الدار فيها عجوزة امرأة كبيرة ساكنة وحدها، ما عندها كان هيك القطوسة. تخلى عليها قالتلو شكونك وكيفاش جيت لهنا؟ حكيلها قصته، فرحت بيه ودخلته وعطاته ياكل ويشرب. وقالت باهي انتي من اليوم راك ولدي. فرح ووافقها وتعشى ورقد من كثر ما هو تعب. قام الصباح يلقى كل عزوزة محضرة الفطور، فطر معاها وقالها يا جدة شنية قصتك وكيفاش تعيش وحدك في الغابة؟ قالت يا ولدي أنا قصتي كي قصتك، عندي زوز ولاد. الولد الكبير تزوج ومرته ما عادش تحبني ولا تطيقني، لا جابني لهنا وخلاني وهرب. وكان ولدي الصغير أحن منه في الدنيا ما فماش. وكي جاي ولدي باش يمشي ويخليني قلت له كي يسألك خوك عليا ايش باش تقوله؟ باش قالوا باش نقول امك طاحت في البير وماتت. وحملها الولد ويبكي وقالها انتي جدايا بابا الله يرحمه يحكي قبل ما يموت هو وامي يقول لي جداك طاحت في البير. تحاضنوا وبداو يبكيوا وهي تبكي. قالت انتي ولد حسن؟ قالها ايه وعمي منصور. قتلوا يا وليدي هذوكم الزوز اولادي. وفرحت بيه وقتلوا يا وليدي عمك منصور، وكان يعرف اللي احنا ما زلنا حيين الا ما يقتلنا. غدوة نمشي انا وياك لبلاد اخرى. قالها باهي. اي من غدوة لمدت اش عندها ومشيت هي الولد. دخلوا البلاد لقات قصر. سألت قالوا هذا قصر الحاكم. قالت نحب نشوف الحاكم. ما خلوهاش تقابلوا. جات قدام القصر وقعدت هي ولد ولدها لين جي الحاكم خارج. وقفت عليه وكلمته. قالها شكونك انتي وشنية قصتك؟ حكيت له الحكاية حتى دمعت عينيها وعينيه. قالها وصلت ودخلها للقصر هي ولد ولدها وفرحت بيهم عائلة الحاكم. وقالها اطلب اللي تحبه مني، كل طلباتك أوامر. قالت يا سيدي ما نحب شيء. كانت ترد بالك عليه وهو كي يكبر توا يرجع حقه بيدو. قالها باهي. أي فلحوك الحاكم ومرته بهيك الوليد وهما ما عندهمش صغار يلعب في جنين القصر مع القطوسة وملا عليهم القصر. مرضت جداه وحضر وقتها وتوفات وعيطوله باش توصيه. وقتلوا يا وليدي باش نوصيك إياك تنسى ثارك وما ياخذوا حد غيرك. قالها باهي. وماتت العزوزة وبكى الوليد وجاه الحاكم يواسي فيه وقالوا ربي جابك لينا وما عناش صغار ومن اليوم انتي ولدنا. كبرك الوليد وولا سلطان معروف بين الناس. وجاء الحاكم وقالوا نستأذنك يا بابا باش نقصد ربي لبلادي وننفذ وصية جدتي. قالوا السلطان وتمشي وحدك؟ قالوا ما يصير لي شيء، تو نهز معايا الحراس ونمشي. أي وصل لبلاده وتخلى عليهم وراكب حصان يشنشن بالفضة وخيوط وذهب. وأهل البلاد تلموا عليه. ولد السلطان ولد السلطان وما بين الناس عمو. دالي هذا يحلف عليه اليوم على غدا عندي. قال اليوم باش نفطر في دار منصور. غزر منصور الولد خوه ما عرفوش وفرح. قال ولد السلطان باش يفطر عندي. قال السلطان باش نعمل دورة في البلاد ونرجع لكم. مشي عمل دورة ورجع لدار منصور اللي هو عمو ودخل. نادى منصور على ولاده جاو يسلموا عليه واللي سلم منهم يقبض عليه السلطان يدو لين توجعه واللي يعيط.
قال لهم تيش بيكم تقول عليكم في صوركم ضاربين يتيم، سكتوا وطبسوا ريوسهم. أي حضر الفطور قربوا الطاولة وحطوها. قال منصور للسلطان سمي، وقرب قال السلطان أنا ما ناكلش مليتي. بدي وجه منصور يعرق وقال مليتي شنو اللي تحكي عليه. خرج ولد خوه ونادى على أهل البلاد بالصوت وقال أنا ولد حسن وهذا عمي منصور اللي هزني توا مدة سنين يحب يقتلني، وشوية ربي نجاني ومش كان هذا حتى جدتي لقيته ملوحة في نفس الكهف. طاح منصور على رجليه وجبد السلطان سلاسل، كتف بيهم عمه ومرت عمه وولاد عمه، وخرج أوراق رزق بوه تبرع بيه للفقراء، وكركرهم مسلسلين للقاضي باش ينظر في شأنهم ويحكم بالعدل. القاضي حكم على عمه ومرت عمه بالإعدام وتنفذ فيهم الحكم وسط البلاد والناس تتفرج. وقال ولاد عمه انتوما كيف اخواتي وما عندكم حتى ذنب، وحكايتنا طابة طابة والعام الجاي يجينا صابة. أي مش نحكيكم على سي صالح، راجل متزوج من امرأة اسمها فتحية. فتحية الله يخلف عليها، لعمرها غلطت ولعمرها كذبت ولعمرها قالت فيه كلام باطل. لكن سي صالح كان عكسها، طول النهار وهو يكذب ويتولى تلوى ولسانه طويل وكلامه مرزي ويشري في المشاكل الشراء. وفي ليلة ظلمة روح سي صالح للدار وكي العادة ضرب الباب برجله ودخل يعيط وين العشاء وين الماء الله ينزعك شنو اللي ماخذني فيك يلعن النهار اللي عرفتك فيه وبرا من الكلام الماسط اللي يوجع. وفتحية مسيكنة كي العادة تحاول تهدي وتعدي بالرغم اللي هو ظالمها. هدي روحك يا صالح عشاك موجود والدنيا ليل والصغار يرعشوا، ادخل اتعشى وارتاح والصباح قول اللي تحب ونسمعك غير ادخل وهدا توا. وكل ما تقول كلمة يوجعها بعشرة لين كبرت العركة في ليلة من الليالي وفاتت حدها. والراجل استغول وخرج من عقله وتلفت على اليمين يلقى العصا متاع الفاس، اخطفها وضربها بها على رقبتها جابها طايحة على بلاصتها. شد راسه قال يا رب شنو هالعملة اللي عملتها، وقعد يجري من بلاصة لبلاصة ويدور كالزربوط مش فاهم شنو يعمل. أي المهم لبس شلاكته وسكر باب الحوش وطلع في عقاب الليل يدور في الشارع ويخمم ويكمبص ايش باش يعمل. فتحية ماتت وانا اللي قتلتها وكيفاش باش نخبي هالجريمة يا ربي. المهم هو قاعد يخمم شاف واحد يعرفه يعيطله أحسن ومشالو يجري يا حاج حسن اجري راني عملت مصيبة. رد عليه قالوا شبيك شو عملت في هالليل شبيك ترعش. قالوا يا حاج حسن تعاركت انا ومرتي وضربتها وما نعرفش كيفاش جات هالضربة وماتت. رد عليه بكل برود عادي وتصير يا صالح ماكش أول واحد يقتل مرته، اصبر وتو نفكر لك في حل. اصبر وما تمهش ماشنيش. أي بديك الحاج يحك في لحيته ويخمم في حل هكاك. وقالوا تعرف كيفاش توا في الشارع اللي ورانا فما عرس ولد البي عاطف، أول ما يكمل العرس شوف واحد مروح وحده في الظلام وقتله. تلفت صالح للحاج قالوا كيفاش هالحكاية نقتل حد آخر. قالوا وي قتلك اقتله وهزه وحطه بجنب مرتك وقول راهو لقيته معاها وقتلتهم الزوز. أهم شي تقتله بنفس العصا باش ما يشك فيك حد. روح سي صالح وثنية كاملة وهو يخمم وداخل بعضه لين وصل قدام باب الحوش شاف واحد في الظلام ما ثبت فيه مليح. عمل هكا جبد العصا وهبط على راسه جابوا مادد الأربعة قعد يكركر فيه لين وصل جثمانه للحوش وحطه بجنب فتحية مرته وطلع يجري للناس في دار العرس ويعيط يا ناس اجريولي راني لقيت راجل في حوشي وقتلته هو ومرتي قتلتهم الزوز كل شيء إلا الشرف. جاو الناس يجريوا معاه ومعاهم راجل كبير لحيته بيضة وهو أبو فتحية. قام سي صالح يسب فيه ويقشتل فيه وما خلاش كلمة ما قالوهالوش. يا وجه الفقر يا بياعين الشرف هذه بنتك فتحية اللي ديما دافع عليها، شوفها شنو عملت هكا باعت شرفها وشرفك وشرفي. يا ريتني ما نسبتك ولا عرفتك ولا عرفت بنتك، ما خلى ما قالوا ما سمعوا من كلام كبير قدام الناس وما خلى كذب عليها وتبلع المسكينة. قاموا الناس يسبوا ويلعنوا في فتحية ومنهم يسبوا في الشيباني بو فتحية في وجهه على تربيته لبنته وهو مسيكن حال الفم مصدوم ومش مصدق اللي صار على بنته وعليه.
أي المهم سي حسن صاحب الدبارة الحرفة جاي يجري من بعيد وبدا يدز في الناس ويبعد فيهم، يحب يشوف حتى هو فتحية والولد ميتين شمايتين. طبس على الطفل المقتول ومسح من على وجهه الدم بس يسقسي شكونه، وهكا وشهق فرد شهقة وبكم وعينيه رغرغت بالدموع، قام يصيح ويعيط ويقول يا ناس هذا ولدي، هذا ولدي يا صالح علاش قتلته؟ من الناس الكل ما لقيت كان ولدي، وهو يندب ويعيط. الله لا تربحك، الله لا تبارك لك يا صالح، حاشاكم الله لا تخلص لك وحل، الله لا يسامحك. ومن كثر ما خرج من عقله بدا يحكي للناس في القصة والحقيقة. المهم كل حاجة حسن وهو يحكي في الحكاية الناس، وتصير المفاجأة اللي ما كان يصورها حد. تعمل هكا فتحية تقول الضربة ما جاتهاش في المقتل وربي عطاها عمر جديد. فاقت فتحية والناس الكل سكتوا، فاقت والدموع في عينيها وهي موجوعة من الكلام اللي قالوا راجلها عليها، ومن الناس اللي عفسوا في بوها وصدقوا الكلام اللي تقال عليها. غزرت راجلها صالح وقتلوا حرام عليك، كيفاش ترضى فيا الكلام هذاك حتى وانا ميتة؟ وهي تبكي وتغفص في دموعها، هزت راسها تلقى وجه بوها يتبسم كي البدر فرحان فخور ببنته ويحمد في ربي اللي ظهر الحق. وقامت تجري ومن حزنها وفرحتها قتلوا يا بابا، الناس صدقت اللي تقال عليا ونساو طيبتك وزين ما جبت من ذرية. حق حق يا سيدي، وكان تأخر يجي يوم يطلع من الرماد ما يتبخر. نحكيو في قديم الزمان على عائلة كانت تعيش في قرية يسميوها بلاد السترة، بلاد سكانها محافظين القدر والحشمة والأخلاق البيئة. هيك العيلة كانت متركبة من البو والأم وزوز أولاد وبنية وناس بكري، قالوا ما خيرش من طورين وعارم في العيلة، والمعطى معطى ربي، ربي يرزق الناس الكل الذرية. هيك البنية كان اسمها ميرا وهي صغيرة العيلة، وكانت دلولة بوها وين نحطك يتبقى الورد مبجلها على وخياتها الولاد، وكان يعطيها لهوة خاصة. وميمتها كانت تحايل مع ولادها وتنغرق تشوف راجلها يعامل في البنية عليهم. برا يا زمان وهاي كبرت الصغار والولاد ولاو رجال ولا بنية ولا تصبية. الولاد يعاونوا في بوهم في خدمة الأرض والفلاحة، والبنية مونسة ميمتها في قضية الدار، تغسل وتكنس الدار من الشق للشق وتحضر لأمها الغداء وتهزو كل بنية لبوها وخياتها للهنشير، يعني من الليل لليل وتاخو غمضة. وكان متهنى على قضية الدار وتهني ميمتها على نظافتها، وكانت بنية حرة ونشيطة. خواتها كانوا ملهدين لها ريقها طلباتهم العوجة، وكانوا كي يروحوا من الهنشير يديهم لريوسهم ما يهزوهاش، حتى كاس الماء يلزم هي اللي تجيبه. أي لاحظ بها معاملة أولاده البختهم، نهاهم المرة الأولى الثانية الثالثة شيء والنافع ربي. أي قالها زوز الولاد اللي عندي يلزمهم درس باش يعرفوا قيمة أخته ومزيتها عليهم. في نهار من نهارات الصيف السخونة قال ولادي اليوم نقصد ربي للجبل نجيبوا الحطب. وقبل ما يخرج تمتم المرتو في وظنها كينهم متفاهمين على حكاية، وبعد تلفت لولاده قال ما نقصد ربي، وتلفت لبنته قالها ما تنساش تجيب لنا الغداء تو تلقانا في حجر جبل. قالت له تهنى يا بابا. ورجعت هي وميمتها للدار والقضية، حضر الفطور حطته في قفة وجات قاصدة ربي باش توصل بوها واخواتها للجبل. نادت عليها أمها في وين ماشية، راهو بوك قبل ما يخرج قال ما تخليش بنتك تعتب باب الدار، رجع هيك القفة للكوجينة وشد بيتك. استغربت من كلام أمها، قالت لها علاش يا ميمتي وانتي تقولي شد بيتك عليه واخواتي كيكه جواعه وقاعدين للعطش والشر، خليني نهزلهم الفطور. قالت لها راهو بوك قال ما تخرج، وكان ما تخرج ما نعرفش ايش نعمل. دخلت لبيتها والغصة تهز وتحط فيها ومش فاهمة شيء. أيا تو نرجعوا لك الجبل وينك البو وولاده يحطبوا قف واحد منهم فوق حجرة كبيرة يثبت في ثنية الجايبة، وقال توا نص النهار وهو بنتك لتوا ما ظهرت. جاوب بوه شنو هالولد كلاك الشر يا وليدي، ناس بكري قالوا لي جوع في نهار وما يخرجش من داره، وكانك عليا انا صايم وناوي نروح كان المغرب، ومن هنا الغادي
انتي وخوك تحملوا لين نروحوا، عطاو ناكلوا ونشربوا لين نفدوا. فهموا الأولاد من حديث بوهم اللي أختهم مش جاية، واللي باش يصير فيهم اليوم لا صار على يهودي ولا نصراني. أيا كتموا غشهم ورجعوا يحتبوا مع بوهم. مع المغرب هزوا حساباتهم وهبطوا من الجبل. دوبا ما عتبوا باب الدار يلقاو أمهم تعيط وتنادي، قاعدين مستغربين. وقالها رجلها تيش بيك يا مرا ما ولا باس؟ قتلوا راهو بنتك غافلتني وهزت قفة الفطور باش تجيبهولكم وخرجت من العصر وتو ما روحت. قالها مش قلتلك ما تخليهاش تعتب باب الدار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تلفت الولاد وقالهم الثنية اللي جابتكم تردكم، والليلة ما تروحوا كانوا أختكم معاكم. وهما في هيك العتبة والعطش والشر رجعوا منين جاءوا يحوصوا على أختهم الضايعة في الجبل. هما خرجوا منها وبوهم تلفت لمرته وقالها زايدة معاك يا مرأة، جبت الدور كما قلتلك عليه. برا حل الباب لبنتك خليها تخرج ويزيك محصرتها. وظهرت الحكاية البو موصي مرته باش تعمل هكاكا باش يتحيروا خواتها عليها ويعطيو قيمة لضياحها منهم. خرجت البنية من بيتها وجرات تجري لبوها كي فهمت اللعبة اللي عاملينها. وقتلوا خياتي راهم تحيروا عليا مسكنات وخرجتهم رجلهم أعلى من سريوسهم يلوجوا عليا. بمعستي عندك لا تخليهم ولا الحق عليهم. قالها الصباح رباح خلي بيتوا الليلة في الجبل. وبعد تم حديث. أي طلعك النهار عك الزوز ولاد في الجبل بعد ما لفوه حجرة حجرة وما لقاوش أختهم. تلفت الكبير للصغير وقال له كيفاش تو باش نعملوا العطش والشر كلينا واختنا ما لقيناهاش؟ انا من رايي نروحوا. جاوبوا الصغير كيفاش تحب تقابل بوك واختك ماهيش معاك؟ دبر على روحك. انا ماني مروح كان بها. وقعدوا يلوجوا لين تناصف النهار. هما هكاكا ويسمعوا في صوت بوهم ينادي. طلوا من شيرة الصوت يشوفوا في بوهم وامهم واختهم جايين وجايبين قفة وطالعين ليهم. قال الخو الصغير الكبير يا اخي تشوف اللي شفته مش اختنا هذيك جايه مع بونا وامنا؟ جابوا خوه هي بشحمها ولحمها زعما شنية الحكايه. وقعدوا باهتين حيرين لين خلطولهم. مدت الطفلة القفة لأخواتها وتبسم بوهم وقال لهم اللي عندهم أخت كيف أختكم لا يجوعوا ولا يعطشوا. شدوا القفة على أختكم وإن شاء الله فهمتوا الدرس. خليتكم نهار وليلة في الجبل باش تعرفوا قيمة أختكم وتحقوها. دنقسوا ريوسهم الحشمة وطلبوا السماح منها على شقاها معاهم وهزوا رواحهم الكل ورجعوا للدار. وبين الإخوة قدروا عيشة. يا ويلي اللي ينفخ على أخته ريشة. أيا نحطوا اللايك ونصليوا على سيدنا محمد وآله أفضل الصلاة. صليت وعلى بر الوالدين حكيت علي يكبر وينسى وشكون هزت في قلبها وشكون رضعت من دمها وعلي باعت النوم الغالي لسنين وليالي وعلي علمت وربيت ولبست وكسيت. حكايتي اليوم تزهي الخاطر ويفهم معناها الشاطر وتوقظ الغافل اللي باع دنيته ونسى جنته. يحكيو على راجل اسمه بالقاسم من أهل البادية الروحل، وهذم بكري يقولولهم لهطايا. وكان مع عائلته وأولاد عرشه يتنقلوا في كل موسم فلاحي من بلاصة لبلاصة ومن بر البر باش يلقطوا رزقهم بعرق جبينهم. تلقاهم في موسم القمح والشعير في باجة ولا ماطر يحزروا في النعمة، وتلقاهم في الزيتون يمشيوا للساحل. الحاصل كل مرة يهزهم قسمهم وخبزتهم لبلاد. وكان عند بالقاسم أم ومرأة كبيرة سماها ربي الطاوس. تقدم بيها العمر وولات تنسى. تلقاها ساعات تسأل وتعاود وكي واحد يجاوبها تزيد شوية وتعاود تسأل. وساعات تحكي حكاية ادخلها بعضها وتدخل شعبين في قعبين وتجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب حتى يشوفوا عليها العرش بالضحك. ولاو الجماعة يتندروا بالطرائف متاعها. بالكاسم ولا مكدر وغاضته روحه كيفاش ولات أمه ضحكة عند الصغار والكبار. ولا يتقلق من كل تصرفاتها الغريبة. وزيد الشيطان الله يلعن ويخزيه يخلي الحبة تولي قبة. وبزهر بالقاسم كل ما يكون بجنب أمه مساكنة ما تعرفش شنو تتكلم ولا تتحدث. الراجل عينيه تسكرت والدجاج دكحة دار بيه ونوي يروح أمه.
لكن وين قال في نفسه كي يجي نرحلو في آخر موسم الحصاد نخليها في ثنية، نتخلص من ضحك الناس أعرية وهي إيش يعملها ربي غير بالك شي يلقاها واحد ولد حلال ويكفلها. وفي آخر الموسم بعد ما صاروا مسافة يومين قال للرجال عرشو أمي مريضة وما تقدرش تسافر اليوم، أنا باش نرتاح معايا عيلتي وانتوما اسبقوني، أتوا نزينا نهيرين ونخلط عليكم. في الليلة الثانية قال لمرته على منوال وطلب منها تخلي مع أمه ماكلة تززيها مديدة وقربت ما باش ما تموتش بالجوع والعطش قبل ما يلقاها واحد متعدي. مرته تعرف راسه كاسح عداتها بالسكات وما سمع منها كان كلمة تهنأ. أيا في الصباح لم بالقاسم الخيمة وركب على حصانه وركبت مرته على الكريطة مع الدبش وخلاو أمه في ظل شجرة على جنب الثنية. بعد مسافة 3 ساعات وقفوا يرتاحوا. الراجل قالها يا هات ناكلوا ونشرب وهات لك الولد نبوسوا قبل ما ترضعوا. وهذا الولد ولده البكر جاه بعد صبر 3 سنين وفرحان بيه قد صبروا في الدنيا، وكل يوم يبوسوا قبل الفطور ويملى عينه منه. مرته قتلوا الطفل نساه راني خليته مع أمك كي الحنة. بالكاسم قام كل مهبول يضرب على راسه ويصيح يزي بلا كذب كيفاش علاش تهت ولدي ممو عيني. مرته كل ما عطاها ربي من صبر قتله ولدك ما عادش يصلح لا ليا ولا ليك. اليوم تقول له ممو عينك وغدوة تخرف يرميك كيما رميت انتي امك. هبط كلامه على رجلها كالصاعقة وقعد يغزر وحال العينيه. بعد جات أمه ما بين عينيه ذكر روحه كيفاه كان صغير واش كانت أمه تعمل معاه واش كانت تلهي بيه وكيفاش كانت تغنيله. وسعد يسعد وسعد يسعد ولدي راجل ما كيفه حد وسعد يسعود سعد يسعود ولدي يصيد ما بين الصيود. وتذكر الشقاء اللي شقاتوا عليه في ظروف حياة صعيبة كيف اللي كانوا عايشينها وما زالوا. وتذكرها كيفاش كانت واقفة على سقيها قائمة بيهم الكل وتجري ليهم الكل، ولا نهار تشكيت ولا قالت أنا عييت منكم ومن همكم. كانت أمه تهزه على ظهرها وتحصد وتقضي وتجري بيه من بقعة لبقعة وهو يشدلها في شعرها وهي أحلى من قلبها على عسل. ندم على عملته ولعنك الشيطان وقال لمرته توا نرجعوا نجيبوا الولاد. غزرت له متغشة قالها تهنى أمي زادة. سبقها على حصان وهي خالطة بالكريطة وبعد 3 سوايع قطعهم وصل يلقى حاجة ذوبت قلبه. شاف الذيب قاعد يقرب من أمه والمرأة حاطة الوليد الصغير في حضنها بيد وتضرب في اليد في الذيب بالحجر باش يبعد وتصيح وتقوله شر يا ذيب الجالي هذا الغالي ولد الغالي. وبالقاسم عنده المقرون جبدوا على الذيب قتله ومشي لأمه يبوس ويعنق ويبكي بالشهقة. خاطرها قد ما نسات وخلفت ما تنساش غلاوة وحفيدها ومحبته في قلبها. ومن هارتها ولا في كل سفر يركب أمه قبل أي واحد وقبل أي حاجة وزادت غلاوة مرته في قلبه وتقديره لعقلها حتى ولا يشاورها وياخو رايها بالأخص كي ذكر قلة عقله وقت عمل من الحبة قبة. وعلى شوية تفدليك من ابن عمه كان باش يعمل موبقى عارها كبير بين الناس وحسابها ثقيل بين يدين ربه. كيما قالوا ناس بكري عاصي الوالدين عاصي، ولو كان يقرأ العلم والتواصي ما يعيش كان يقاسي. حرثان وميالي وجبدان التالي يخدم ما يجيب يحرث ما يصيب. سيدي يحكيو على زوز جارات جيران الساس كيما يقولوا ساكنين الحيط في الحيط. واحدة منهم عندها 3 صغيرات والأخرى عندها زويس. اللي عندها 3 رجلها طاح في بير مات وخلاها تقاسي في هم الزمان وحدها. إذا فطرتهم يتعشوا إذا عشيتهم ما يفطروا مساكن. وكان كي يضيق بيها الحال وصغارها ياكلولها وجهها مش شر تولي تمشي تدق على جارتها تطلب من عندها أي حاجة تسكت بها جوع الخشاشر. ساعات تعطيها خبز شايح وساعات تمدلها حويجة بيتة. أغلب الأحيان تلمد الميدة وتخبي اللي فما وتخرج لها وتشقق الباب دوبلاش وتقول لها والله ما عندي يقعد بعدي كان جي عندي ما نشدش عليك. وترجع هيك المرة مريضة تولي تهز وليداتها تسرح بيهم في الغابة توريهم الحشايش اللي نجموا ياكلوهم.
خبيزة وشوية اللي يكتب من ربي يعبيو كريشاتهم ويشربوا من العين ويلعبوا ويروحوا ويرقدوا طول. أيا كان ثم سارح ديما يتعداو قدامه تقوله السلام يقولها وعليكم السلام بالله يا أختي مدي هاك البراد من فوق الحطب، تقوله حاضر يا خويا خاطرها انتبهت اللي سبقاته لوح هذاك علاش يتعمد يقعد بعيد عن النار، وتمشي وهو يقعد يغزرلهم من بعيد ويتعجب في أمرهم، وفهم اللي وضع المرأة وصغارها يصعب على الكافر. أيا في نهار من نهارات عدت تلقى معاه أمه سلمت عليهم وجات ماشية يخي العزوزة حلفت لها باش تقعد هي وولادها تفطر معاهم، ومن غير تردد قعدوا كلاو معاهم قصع كسكسي واللحم واللحمات على قد عددهم بالضبط، ومعاه البن وكيسات تاي يعملوا 66 كيف. أي استكثرت خيرهم وجات مروحة. يخي السارح قال لأمه قوم يا ميمتي ووريهم إثنية وريهم الداء ودخلهم لجناين الزوز. قامت العزوزة وشدت إثنية معاهم وجابت بيهم طريق أخرى حتى وصلت لجنين كبير في وسط دار مزيانة الوسعة والرحمة وفيها غلة وخضرة من كل نوع. على اليمين جنان الصيف فرجت المغبونة وقالت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الصيف خفيف وظريف وكله خيرات وبركات. وعلى اليسار جنان الشتاء تفرجت وقالت سبحان اللي أتقن كل شيء وهو على كل شيء قدير، فصل الشتاء كله خير وبركة. روحك الطفل سأل أمه على رد فعلة المرأة، قتلوا محلاها ومحلى منطقها كلامها مزيان ولسانها معطر بذكر الرحمن. قالها اش قالت عالصيف؟ قتلوا سبحت ربي وشكرته على النعم. قالوا وش قالت عالشتاء؟ قالت كيف أي من غدوة كي تعديت هي وصغارها وفي المرواح عطاها شكارة معبية بوراق الكرم اليابس، وقالها سكر البيبان وشبابك وتفقدها غدوة الصباح ورد بالك تحكي لحد. خذيت بخاطره هزتها من غير ما تعطيها أهمية، غدوة كي حلتها تلقاها بكلها تبرق أوراق الكرمة ولاو الويس. طارت بالفرحة وبعثت ولدها لجارتها يجيب لها الويبة باش تكيل بيها. استغربت الجارة قالت اش عندها ما تكيل بيها الفقرية؟ حستها درام خبي عليها حويجة. نحاتك اللبانة من فمها ولصقتها في قاع الويبة من برا. كي رجعت الويبة القات فيها كعب الويز لاصقة في اللبانة. يا حليلي والله غريبة، جارتي تكيل في الويز بالويبة. نادت الطفل وبالحلوى وطمعته وللحقيقة استدرجته. أيا من غدوة هزت وليداتها وشدت ثنية المرعى تعديت على السارح وأعطاته البراد من غير حتى ما يقول لها، وطاحت ترحي في الحشيش أخضر ويابس حتى دارو خواطرها. قعدت على هيك المعدة المديدة حتى تعرفت على العزوزة وهزتها للدار وشهتقت في الشي اللي راتو. قالت يخلي دار الشر هالملك هذا حتى النار ما تاكلوش. عملت العزوزة روحها ما سمعتهاش ودخلتها لجنان الصيف. دارت وكلات وبعد مدت ساقيها وقالت نكره ما نكره فصل الصيف السخانة وعلى عرقات وكثرة الزيارات. أي هزتها لجنان الشتاء. دارت وكلات من اللي اشتهت وبعد قالت معظم الصيف كان الشتاء الشاتي البرد والكساد والريح العاتي. من غدوة تلقى السارح محضر لها شكارة كي جارتها من يده خطفتها وطارت لدويرتها ويا سعدها ويا هناها. طلبت ربي وعطاها خطت ونفذت ووصلت لمبتغاها. سكرت الباب والشبابك عليها وربطتها مليح وبيتتها عند ساقيها والصباح حلتها وطلت عليها وتخشمها أفعى ما بين عينيها. وربي يغفر لنا ويسامحنا. ويا رب إن شاء الله تكون خرافاتي عجبتكم وصلت لآخر الفيديو. إن شاء الله يا رب تطلعوا كملتوا معايا الفيديو، وإن شاء الله يا رب غدوة نجيكم بخرافات ما أحلى. ودمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسونيش بلايك واشتراك.